فيلمنا النهاردة بيبدأ مع يونغ اللي عندها عرض مسرحي مهم جدا. قبل العرض ب5 دقايق بس تكتشف إن أمها نسيت تحط لها الجزمة الجديدة في الشنطة. يونغ بتتصل بأمها متعصبة وبتقول لها أنتي دايما مشغولة وبتفضلي الشغل عليا. الأم بتحاول تعتذر وتقول لها المرة الجاية هركز أكتر وأخلي بالي، لكن للأسف ما بيبقاش فيه مرة جاية، لأن بعد ما الأم تقفل معاها بدقيقتين تعمل حادثة عربية كبيرة. الإسعاف تيجي بسرعة تشيلها، لكن قبل ما توصل المستشفى بتكون الأم ماتت. يونغ ما تعرفش باللي حصل غير متأخر، لأنها بتكون مشغولة في العرض ومش بتبص على التليفون اللي كان بيرن كتير. بعد سنة من الحادثة بنلاقي يونغ وهي قاعدة تجري عشان تلحق المدرسة، وعلى السكة بسرعة بتغسل وشها بالعافية. باين على حياتها إنها عشوائية ومكركبة، بس بالرغم من كده كل زمايلها بيحسدوها. في ناس بتحسدها إنها بتاكل وما بتتخنش، وناس بتحسدها عشان بتقبض معاش أمها من الشركة ومعاها إعفاء من مصاريف المدرسة، يعني شكلها كأنها عايشة مرتاحة. لكن أكتر واحدة بتتضايق منها في المدرسة هي ناري، منافستها في العروض المسرحية. ناري شايفة إن يونغ واخدة حجم أكبر من موهبتها، مع إنها في نظرها ما تستحقش كل ده. نروح دلوقتي لمديرة المدرسة اللي بتطلب من مصممة الرقصات إنها تبقى مسؤولة عن مدرسة الفنون، لإنها مجتهبة جداً وأكتر واحدة تقدر تطلع البنات في مستوى كويس. المصممة على طول تطلع على صالة التدريب علشان تختبر البنات بنفسها، لكن تتخاجئ إن أغلبهم بيعملوا الحركات غلط، خصوصاً ناري اللي بتتعرض لتوبيخ كتير لإنها المفروض تبقى الراقصة الرئيسية وما ينفعش تغلط. وفي الآخر بعد ما المديرة الجديدة تفقد الأمل فيهم تقول للمدربة ركزي على رقصتين بس والباقي كله يتشال من العرض. المدربة بتعترض وتقول إحنا شغالين شهور طويلة وتعبنا جداً، لكن المديرة ترد عليها ببرود المجهود من غير مهارة ملوش أي قيمة، وكلام يتسمع من غير نقاش. وبالمناسبة عاوزاكي تعدي عليا بعد شوية أغير لستة الأغاني. بالليل البنات كل واحدة تركب عربيتها وترجع، ما عدا يونغ اللي بترجع مشي لأن ما عندهاش عربية. تستنى تحت البيت شوية مستخبية لحد ما الناس اللي واقفين يمشوا، لأنها مديونة للصيدلية ولطوب الأرض. وأخيراً لما توصل البيت نلاقيه مكلكب جداً، حاجات في كل ناحية. بس يونغ مش قادرة تنظف لأنها طول النهار بتتمرن ويدوب بتنام علشان تقوم المدرسة تاني يوم. صاحب البيت بينادي عليها ويقول لها انتي زي بنتي وما كنتش عاوز أعمل معاكي كده، بس الإيجار ده دخلنا الوحيد. يا بيت خلال أسبوع تكوني فضيتي الشقة وممكن تروحي تعيشي مع قرايبك بدل ما تعيشي لوحدك. يونغ بترجع الشقة شايلة هم ثقيل، لأن البيت ده آخر حاجة باقية من ريحة أمها. بعد تفكير طويل تقرر تبيع الحاجات اللي ملهاش لازمة وتنزل تشتغل بدوام جزئي في أي شغل أيام الأجازة علشان تجيب فلوس. لكن ناري لسه مش سايباها في حالها. أي بنت من البنات تكلم يونغ ناري تدخل تفسد العلاقة علشان تفضل هي مركز الاهتمام، بس يونغ أصلاً عندها اللي مكفيها ومش مهتمة. بالليل تاني بعد ما كل يمشي المديرة الجديدة بتلف المكان علشان تتأكد إن مفيش حد. بالصدفة تلاقي يونغ قاعدة في ركن وبتاكل. تسألها انتي بتعملي ايه هنا لحد دلوقتي؟ يونغ ترد بتعشى، ما كلتش حاجة من الصبح. المديرة تقول لها أنا مش قصدي على الأكل، أنا قصدي على الشنط، انتي بتباتي هنا ولا ايه؟ يونغ تعتذر وتقول اتطردت من البيت وما عنديش قريب ولا حبيب ولا أي مكان أروحه. المديرة تروح تدور في بياناتها علشان تتأكد إنها مش كدابة، وتكتشف إن مفيش غير اسم الأم المتوفية. تفتكر اليوم اللي ماتت فيه أمها. ترجع ليونغ تقول لها هاتي شنطك وتعالي ورايا. يونغ ترد استني لما حاجتي، وتبدأ تلف في القاعة كلها تجمع حاجاتها اللي كانت مخبياها في كل مكان. وهما ماشيين في الطريق المديرة تسألها هو أنتي ما عندكيش أصحاب تباتي عندهم لحد ما تتظبط أمورك؟ يونغ تقول مفيش غير صديق واحد بس وولد، والفنادق ما بترضاش تسكن قاصرين. وبعدين خلي بالك أنا نومي خفيف جدا، أي صوت حتى لو مفتاح النور بيصحيني. الاستوديو هو أنسب مكان ليا دلوقتي، يا ريت ترجعيني هناك. لكن المديرة تزعل وتقول لها اسكتي شوية خليني أفكر، على العموم انتي صعبانة عليا. وفي الآخر تاخدها معاها البيت.
المديرة هوانج أخدت يونج معاها البيت وقالت لها بصي، ما تتعشميش إنك هتقعدي أكتر من يومين 3. يونج ببساطتها سألتها هو الباسورد طويل قوي كده ليه؟ انتي مخبية تمساح جوه؟ هوانج ردت بسخرية لأ، ده علشان المتشردين أمثالك ما يعرفوش يحفظوه، وبعدين خلي بالك لو ما بطلتيش رغي ودخلتي دلوقتي الباب هيقفل ومش هفتحلك تاني. يونج اتفاجئت بجمال البيت ونظافته، وبعدها هوانج نزلت بيها على الدور اللي تحت واللي عبارة عن صالة كبيرة. هناك قالت لها بصي، علشان تقعدي هنا لازم تنفذي التعليمات. 1. ما تروحيش أي مكان في البيت غير المسموح ليكي. 2. ما تعمليش أي حاجة من دماغك، وأهم حاجة ممنوع الأسئلة. يونج بدأت تبص حواليها وقالت بدهشة ياه، كل دي مرايات والصالة دي كلها ليكي لوحدك؟ انت أكيد غنية جدا علشان عندك بيت كبير كده. هوانج ردت بعصبية انت بنت رغاية قوي، أنا همشي دلوقتي أحسن، ادخلي انت نامي. يونج راحت نصبت خيمتها الصغيرة في الصالة وحطت جنبها صورة أمها ونامت لحد الصبح. تاني يوم يونج صحيت جعانة جدا، فقامت تدور على حاجة تاكلها. فتحت التلاجة، لقت فيها بس شوية أزايز. قالت لنفسها بيت طويل عريض زي ده وما فيهوش حتى سندوتش جبنة. فجأة هوانج دخلت ولقطتها. انتي بتعملي ايه هنا؟ مش مفروض تكوني في المدرسة؟ يونج ردت لا، مش مفروض ولا حاجة، النهاردة السبت. وبسخرية سألتها هو انتي عايشة على البناء الضوئي ولا ايه؟ هوانج فهمت قصدها وراحت جابت إزازة فيها حاجة خضرة شبه مستخلص البرسيم وصبت لها في كوباية. يونج مش فاهمة ده ايه، جرجير، برسيم، بس قررت تضحي بمعدتها. أول ما دقت قالت طعمه زي مال اليتيم، لا يتشاف ولا يتشم. هو انتي ما سمعتيش عن الكربوهيدرات؟ دي بتتاكل وبتملى البطن. هوانج ردت ببرود هو ده اللي عندي، قومي بقى نضفي الترابيزة. يونج بسرعة جابت مناديل ونضفت. بعدها نزلت يونج شغلها في المطعم. كانت قاعدة تدعي إن آخر طبق لحمة ما يتباعش قبل الساعة 11 عشان صلاحيتها تنتهي وتاخدها نفسها، لكن يجي زبون غني يشتريه قبل ما يخلص بدقيقة. يونج حاولت تمنعه، ده هينتهي بعد 50 ثانية، خطر على حياتك، لكن هو رد بسخرية هو هيفرقع في وشي، هاته خلاص. المدير شاف الموقف واتأثر بيها، قام جاب لها علبة جمبري على حسابه. لكن بعد شوية تيجي طلبية لحمة جديدة وعددها يطلع أكتر من المطلوب بكتير. مش فاكرين مين اللي غلط وحط 0 زيادة، فقرروا يقسموا الفرق ما بينهم. يونج أخدت نصيبها وطلعت تبيع لأي حد تعرفه. أول واحد قابلته كان دكتور الصيدلي، قالت له اشتري مني وأعمل لك خصم جامد. الدكتور رد أنا نباتي وما بحبش اللحمة. يونج اتعصبت وصوتت مش مشكلتي، وزعها على أصحابك بقى. الدكتور سألها طب ليه بطلتي تشتري مني؟ لقيتي صيدلية تانية قبل ما تدفعي اللي عليكي؟ يونج ردت لا، أنا دلوقتي عايشة في قلعة الساحرة الشريرة اللي بتعذبني بمشروبة جرجير، بس ما تقلقش أنا قبضت النهاردة وهسدد حسابي. جالها عليكي $111. يونج قالت بخفة دم بس كده؟ أهو دولار بحاله أهو، والباقي 110 هسدهم لك كل شهر $. باي باي. باللغة العربية العامية المصرية. مع اقتراب العرض النهائي التوتر بيزيد ومستوى البنات بينزل مش بيعلى. هوانج قالت لهم إنها هتمد التدريبات في أجازة الشتاء، وقبل العرض هيعملوا تجارب أداء فردية، واللي مش هيتأهل مش هيطلع المسرح تاني. المدربة اعترضت وقالت لها كده إحباط للبنات اللي بيغلطوا، لكن هوانج ردت المهارة الفردية أساسية عشان العرض الجماعي، مش هطلع حد مش مستعد على المسرح. وبعدها جالها تليفون من دار رعاية الأمومة والطفولة بيقولوا لها إن البنت اللي سألت عليها يونج ما عندهاش وصي قانوني ولازم تخضع للرعاية البديلة، بس هم مش قادرين يوصلوا لها. أول ما خرجت هوانج من الشركة لقت يونج مستنياها بره. قالت لها أنا هوصلك لحد المحطة، ارجعي البيت عندي خطط معاكي. أكتب ليك الباسورد؟ يونج ردت لا، أنا حفظته خلاص، ما تشيليش هم. ومن هنا راحت يونج على المطعم. هوانج راحت مع الرئيسة بتاعتها على قعدة كده مع أولياء الأمور، باين على وشها إنها جاية غصب عنها ومش طايقة حد، خصوصاً
أم ناري اللي كانت قاعدة تتمنظر بفلوسها وتقول أنا هفتح شركة خاصة لبنتي أول ما تتخرج، دي شبه هوانج وموهوبة زيها بالظبط. لكن أول ما قامت تروح الحمام الكلام اتقلب عليها. دي وحيدة ومعقدة ما عندهاش أي حاجة غير موهبتها على المسرح، حتى عمرنا ما شفناها بتبتسم. هوانج كانت عارفة من الأول إن القعدة دي كلها نفاق، فقامت خدت الجاكيت وقالت لهم معلش يا جماعة عندي شغل كتير في المكتب، وسابتهم ومشيت علشان يكملوا كلام عليهم براحتهم. رجعت بيت لقت يونج محضرة لها العشاء وفرحانة جدا. قالت لها يلا كلي لقمة ولا اتنين كده، لكن هوانج انفعلت عليها. مين اللي طلب منك تعملي كل ده؟ يونج اتكسفت واعتذرت، النهاردة عيد ميلادك، حبيت أعمل حاجة بسيطة بس خلاص أسفة. ساعتها هوانج حست بالذنب وقعدت تاكل معاها، وأثناء الأكل يونج قالت أنا كنت بعمل الشوربة دي لماما في عيد ميلادها، كانت بتحبها قوي. جربي كلي قطعتين فراخ كده أحسن من العصير اللي عايشة عليه طول الوقت. لكن هوانج اتضايقت وقالت لها لو خلصتي أكل قومي نامي، انتي أكلتي دماغي زي ما أكلتي الطبق. يونج ردت بخفة دم خلاص أيا بس خلصي انتي أكلك، الرز ده تحفة. تاني يوم يونج لمت شنطتها علشان ده كان آخر يوم ليها في البيت زي ما اتفقنا. لكن هوانج افتكرت كلام مركز الرعاية وإنها لازم تخضع للرعاية البديلة، فوقفتها وقالت لها لأ، دخلي الشنط تاني، أنا لسه بفكر. يونج جريت بسرعة دخلت الشنط ورجعت معاها بالعربية على المدرسة. في المدرسة هوانج دخلت علشان تقيم البنات، أي واحدة مش في المستوى ترجعها ورا وتطلع حد مكانها لحد ما نظمت الصفوف. يونج دخلت تغير هدوجها ولما فتحت الدولاب لقت صورة أمها مقطعة، اتصدمت جدا وزعلت قوي. خرجت على الصيدلية علشان تكلم الدكتور دونج. هما بيكرهوني علشان أنا فقيرة وما عنديش أهل، مع إن ده مش بإيدي. دونج سألها ليه بتختاري التشبيهين دول بس؟ يمكن هما بيغيروا منك علشان انتي وزنك مش بيزيد وعلشان انتي مرحة ومتفائلة رغم كل حاجة. لكن المرة دي يونج ما استحملتش، فضلت تعيط لحد ما تعبت ونامت مكانها. الدكتور خد تليفونها ورن على هوانج علشان يطمن عليها. أول ما عرفت جريت بسرعة ومرتاحتش غير لما شافتها نايمة بخير. هناك اتكلمت مع الدكتور عن حالة يونج. قال لها هي من الصعب جدا تعبر عن مشاعرها، خصوصا الحزن. لسه لحد دلوقتي بتودع أمها وبتعيط عليها كل فترة، لازم حد يهتم بيها، وأنا ممتنة إنك واخدها عندك حتى لو مش بتقولي. بعدها هوانج أخدت يونج على مطعم علشان تعزمها على أكل تحبه. سألتها أنتي بترقصي ليه؟ يونج ردت لأن ماما كانت بتحب كده وأنا كمان بحبه، بس عادي يعني بعد ما أتخرج مش هتخصص في الرقص زي البنات. هوانج قالت لها لو أنتي بتحبيه بجد لازم تحاولي بكل جهدك لحد ما تتألقي، أو لحد ما تتأكدي إن مالكيش فيه، وساعتها تسيبيه وضميرك مرتاح. عدى كام يوم وجت أجازة الشتاء. المعلم قال لهم أجازة سعيدة، استمتعوا على قد ما تقدروا، السنة الجاية سنة التخرج. المدرسة كلها أخدت أجازة ما عدا سنة ناري، كانوا بيجوا يتدربوا زي ما هوانج قايلة، وهي كمان كانت بتيجي تدربهم وتتابع معاهم. مع مرور الوقت هوانج بقت تسمح ليونج تاكل اللي عايزاه وهي تكتفي بعصيرها، لكن في يوم شكل اللحمة عجبها، قررت تدوق. لما لقيتها لذيذة بدأت تدخلها في نظام أكلها. بعد أسابيع يونغ راحت تزور قبر أمها قبل البروفة الأخيرة، وعادتها إنها تعمل كل اللي تقدر عليه علشان تفرحها. يوم التقييم اللجنة كلها أشادت بيها، في تطور ملحوظ جداً في مستواها. الكلام ده ضايق ناري جداً لدرجة إنه أثر على مستواها وبقت مشتتة. مدربتها ادتها فرصة تانية مع إن ده مش ممنوع، لكن فشلت تاني، طلبت فرصة كمان وهوانج قالت لها خدتي فرصتين وده مش بيحصل على المسرح الحقيقي، الجمهور مش هيستناكي، خدي اللي حصل النهاردة درس يركزك المرات الجاية. بعد ما خلصت تجارب الأداء البنات عرضوا على يونج تطلع معاهم. قالت ماشي ما عنديش مانع، بس ناري مش جاية؟ ردوا ناري ما نتحبش كعكة الرز. وفجأة ناري ظهرت وقالت مين اللي قال كده؟ أنا بحبها جدا.
وراحت تتخانق مع يونج. انتي كل حاجة مش مهمة عندك. يونج ردت، وانتي مكبرة المواضيع على الفاضي وجعانة دماغنا ليه؟ ايه مبررك انك تبقي حقودة بالشكل ده؟ انا فقيرة وحشة، تمام. انتي ليه شايلة همي؟ ناري ردت على يونج وقالت لها، هو كده، مجرد وجودي معاكي في نفس المكان بيعصبني. ساعتها أصحابها اتدخلوا وقالوا لها، انتي خايفة انها تاخد مكانك صح؟ ناري اتنرفزت أكتر وقالت لهم، فاكرين إني ما بعرفش أرقص زيكم؟ ده أنا لو عايزة أفرمكم واحد واحد. انتوا أصلا حالتكم بالبلة، وأنا اللي معاكم بالحظ. الخناقة كبرت، والبنات مسكوا في شعور بعض، والفريق كله جري يسلك بينهم. الاستوديو اتدغدغ حرفياً. تيجي المديرة تسحبهم وتقول، كل واحدة تقول سببها. البنات اتفقوا إن ناري من ساعة ما اللجنة استبعدتها وهي بقت عدوانية جداً، لدرجة إنهم كانوا خايفين يتكلموا معاها. ناري ما استحملتش، فضلت تعيط وقالت، أنا كان نفسي أدي كويس وأنجح، بس معرفتش إيه اللي حصل. محبط جداً. بعدها اتعمل اجتماع مع أمهات البنات. كل واحدة خدت بنتها ومشيت، ما عدا يونج اللي وقفت شوية وبعدين مشيت لوحدها. ناري لقت أمها بتقول لها، ما تقلقيش، أنا هصلح كل حاجة. محدش يقدر يستبعدك، العرض ما يمشيش من غيرك. كل ده بسبب البنت التافهة دي. لكن ناري ردت، لا يا ماما، كل اللي حصل ده غلطي أنا، هي مالها ذنب. أمها انفعلت، إزاي غلطك؟ أنتي ما بتغلطيش يا روح قلبي، وبعدين بنت تافهة زي دي ما ينفعش يكون ليها مكان أصلاً. ناري انهارت وقالت لها، أنا حاولت علشانك أنتي، بس خلاص مش قادرة أعيش في الحياة اللي أنتي رسمها لي. عاوزة أعيش أحلامي أنا. أنتي عاوزاني أحقق اللي معرفتيش تحققيه زمان، تبقي الراقصة الأولى. كل ده بسبب هوانج اللي كانت الكل في الكل. بس أنا ماليش دعوة بالقصة دي، تعبت ومش قادرة. وسابتها ومشيت للشارع. لكن حتى في الشارع ما سابوهاش، شوية بنات ضايقوها علشان تدخل في خناقة. يونج ظهرت وقالت لهم، ابعدوا عن صاحبتي بدل ما الغب عليكم وافرمكم كلكم. وخدت ناري تمشي، لكن البنات فضلوا يستفزوهم لحد ما عملوا فيهم سوبرمان وومن ورجعوا يتخانقوا. الأولاد مسكوهم وعجنوهم ضرب، وبعدها سابوهم مرميين. ناري قالت ليونج وهي بتضحك من وسط التعب، طب ما كنا نجري وخلاص يا قصة، لازم تعملي فيها 7 رجالة في بعض؟ يونج ردت، كنت فاكرة إنهم هيخافوا ويمشوا، غلطة. بعد العلقة دي الحواجز اللي بينهم اتكسرت، بقت صراحة بينهم. يونج سألتها، انتي ليه بتكرهيني لدرجة دي مع إنك حلوة ورقاصة شاطرة وأمك غنية؟ ناري ردت، بغير منك علشان عايشة زي ما انتي عايزة من غير ما حد يفرض عليكي حاجة، وعلى طول مريحة وواثقة من نفسك. يونج قالت، بس ده كل تظاهر، انتي ما تعرفيش أنا وحيدة قد إيه وحياتي صعبة قد إيه. ومن اللحظة دي العداوة اتحولت لصداقة. يونج فضلت تشجع ناري إنها تعتذر للبنات، وفعلا تاني يوم اعتذرت وتصالحوا كلهم. بعد كده كلهم راحوا مع المعلم للمديرة هوانج علشان يعتذروا ويطلبوا منها العرض ما يتلغيش. هوانج ابتسمت وقالت، طب يلا، ما تضيعوش وقت، ارجعوا اتمرنوا، العرض الأسبوع الجاي. وبعد أيام من التدريب جه وقت العرض الكبير. البنات طلعوا المسرح، قدموا أفضل عرض في تاريخ المدرسة كلها. الدافع كان روح الحب والصداقة اللي بقت بينهم، وفهمهم إن كل واحد عنده مشاكل وخصة، بس لازم يتخطاها علشان يعيش. في النهاية نشوف هوانج وهي بقت الوصية القانونية على يونج، بقت تصحيها كل يوم وتخليها تعمل لها الفطار. يونج زهقت وقالت لها واحكة، يا ستي ارجعي لعصير الخيار بتاعك أحسن، أنا غلطانة إني عودتك على الأكل. وتقفل الكاميرا على ضحكتهم والفيلم يخلص.